السلام عليكم. في حد بيسألني بيقول إيه أحسن طريقة الواحد يتفادى بيها المشاكل النفسية أو معنى أصح يصلح المشاكل لو عنده. أحسن طريقة باعتباري بقى متخصص هي أقدر أقول لك من الآخر كده الإيمان. معظم الناس اللي بتتعب نفسيا أو عندها إجهادات نفسية أو أعراض نفسية أو يعني whatever هنقول المسمى إيه، إيمانهم ضعيف. أولا إيمانهم بالله ضعيف، ودي أهم نقطة. تاني حاجة إيمانهم بنفسهم ضعيف، ودي النقطة التانية. النقطة التالتة إيمانهم باللي حواليهم بيبقى ساعات أقوى من إيمانهم بنفسهم وإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. فأما التغيير ما بيجيش إلا من حضرتك، مهما كان بقى حضرتك مستعد إنك أنت تغير أو مش مستعد، دي حاجة بتاعتك أنت. لكن أنت عاوز تحسّن نَفْسك، عاوز تبعد عن المشاكل النفسية والضغوط النفسية وتحسّن أدائك في شغلك، في دراستك، في كل حاجة، فهو ما فيش غير إنّك أنت تكون إنسان مؤمن. حتى كلمة إيمان جاية من الأمن، يعني كل أمّا وثقت في حاجة، كل أمّا وثقت في فكرة وجرّبتها وفكّرت فيها كتير، فأنت بتحس جنبها بالأمن. زي كده إحساس الطفل بوجود أبوه وأمه معاه، هم إحساس بالأمن، فهو مؤمن بيهم إن هم هيساعدوه، إن هم هيعملوا كل حاجة عشانه، عشان كده هم بيعملوا كده كمان. دي حاجة. الحاجة التانية، برضك حد بيسأل بيقول لي إزاي أعرف إن أنا مريض نفسي أو عندي خلل نفسي أو محتاج تدريب أو محتاج استشارات نفسية. هاقول لك ببساطة كده في علامات ليها. هو عامةً أي خلل في الأداء، أي خلل في الأداء الطبيعي اللي هو بينحصر في 3، 4 نقط. أول نقطة الأداء الوظيفي والعلمي والدراسي، يعني حضرتك الطالب اللي بيشتغل أو المدرس اللي بيعلّم الطلبة أو حد في وظيفته وأداؤه فيها باظ، مش على المستوى اللي هو كان بيعمل فيه الأول، أو هو مش قادر يأدّي، ودي نقطة مهمة، فده معناه إن في خلل. وتاني حاجة الأداء الخلل الاجتماعي، بيكون علاقته بالناس مش سوية، بيميل للعُزلة، بيحب يفكّر لوحده، بيقعد لوحده، ما بيبقاش عنده ثقة في الناس. ثقته في الناس هي انعكاس لثقته في نَفْسه، فهو عشان ما عندوش ثقة في نَفْسه، فما بقاش عنده ثقة في الناس. الحاجة التالتة ودي المهمة، الخلل الأسري، يعني بمعنى أصح علاقاته بالمقربين، اللي هم أهله، إخواته، أصحابه، قرايبه، الناس المقربين منه. لو بقى في خلل في العلاقة ديّة، فخلاص هو كده بقى في خلل. في بقى دلالات، يعني زي مثلًا النوم، الإنسان اللي ما بينامش كويس، الإنسان اللي تركيزه ضعف، الإنسان اللي عنده قلق وتوتر طول الوقت، فدي كلها علامات. أول ما تشوف العلامات ديّة ولو عدِّت فترة الأسبوعين للشهرين، فابتدي حضرتك روح للدكتور على طول. وفي زي ما قُلت المرّة اللي فاتت في الفيديو اللي فات، في اختبارات بسيطة جدًا، هي مش مقياس لحاجة غير إنها انعكاس لرؤيتك أنت الشخصية، مرايتك الخاصة بتبتدي تبُص فيها، بتعمل تيست وبتشوف أنت صادق مع نفسك والّا لأ. حتى لو مش هتقدر تعرف إذا كنت أنت عندك حاجة والّا لأ وتقدر تكتشفها، فهتعرف مقدار صدقك مع نفسك، الصدق مع النفس. يبقى هم دول 3 حاجات: الأداء، أول حاجة آسف الإيمان. تاني حاجة الأداء، تالت حاجة مرايتك، انعكاس صورتك قدّام نَفْسك، واضحة والّا مش واضحة، عاوز تصوّرها والّا مش عاوز تصوّرها. بس آخر حاجة بقى، في حد بيقول لي: "أنت بتعمل فيديوهات عشان تتشهر." طبعًا يعني ما فيش حد ما بيحبّش الشهرة يعني، بس الحمد لله أنا مش نكر. يعني اللي هيخُش يكتب بس اسمي صلاح عبد الدايم على جوجل، هيلاقي الكُتب بتاعتي وهيلاقي الwebsite بتاعتي وهيلاقي معلومات عني كتير يعني. فخير إن شاء الله. بس كده، ونتمنى لكم السعادة إن شاء الله. السلام عليكم.